في قلب إفريقيا ووسط رمال الصحراء، ولد منتخب لا يشبه غيره. منتخب لم تبدأ قصته بكرة، بل بثورة. سنة 1958 مجموعة من اللاعبين الجزائريين المحترفين في فرنسا قرروا التخلي عن المجد الشخصي وارتداء قميص لم يكن رسميا بعد، قميص الجزائر الحرة. أسسوا فريق جبهة التحرير الوطني، وبدأت أولى مباريات منتخب الثورة الجزائري. لم يكن الهدف الفوز فقط، بل إيصال رسالة: نحن شعب حي، وهذه رايتنا. وبعد الاستقلال سنة 1962 بدأ الحلم الكبير: تألقات، إخفاقات، دموع، وأفراح، لكن محطة واحدة ستبقى محفورة في الذاكرة: مونديال 1982. الجزائر تصدم ألمانيا الغربية من 2-1. هدف رابح ماجر، وركلة بلومي، واحتفالات الشعب. ثم صدمة مؤامرة خيخوم. ألمانيا والنمس يتآمران. الجزائر تخرج مرفوعة الرأس. بعد 8 سنوات يعود المجد. كأس إفريقيا 1990 في قلب الجزائر، على ملعب 5 جويليت. الجزائر تتوج بلقبها الأول على أنغام الزغاريد والدموع. أسماء خالدة: بلومي، ماجر، مناد. ثم جاءت سنوات الضياع، غيابات، إخفاقات، صمت طويل. لكن محاربي الصحراء لا يستسلمون. أمدرمان 2009 معركة التأهل للمونديال ضد مصر، والحلم يتحقق. الجزائر في كأس العالم 2010 وفي 2014 أمام أنيا قدمنا واحدة من أعظم المباريات في تاريخنا. صمدنا، قاتلنا، وكدنا نقصي بطل العالم. ولكن القمة الحقيقية جاءت سنة 2019. جمال بلماضي يقود الكتيبة. رياض محرز يبدع. بونجاح يسجل. ومبولحي يتألق. الجزائر تفوز بكأس إفريقيا